السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين ديالنا الأعزاء، نتوقفوا إن شاء الله في هذا المقطع عند المضامين ديال الخطبة ديال الجمعة اللي العنوان ديالها فيه الترغيب في وجوه الإنفاق سوى الزكاة. هذا العنوان المعنى ديالو، هذا العنوان ديال هذه الخطبة كيقول لنا بأنه راه لا يكفي الإنسان اللي وجب عليه الزكاة في المال ديالو أنه يكتفي فقط بهذه الزكاة. يقول ودي انا راه داكشي اللي عليا راه اديته من هذا المال، ما خصنيش باقي نعطي شي حاجه اخرى من غير هاد الزكاه اللي فرضها عليا الله سبحانه وتعالى. لا، وانما كاين حقوق اخرى في هذاك المال ديالك من غير ديك الزكاه المفروضه، حقوق اخرى كما ذكرت الخطبه خص الانسان ينتبه لها. كما كذلك ان في هذا العنوان جواب عن الناس اللي يقدر يقولوا ودي انايا ما عنديش النصاب، انا فقير ما عنديش لا النصاب ديال الفضه باش نخرج فيه الزكاه في المال ديالي، ما عنديش بالاحرى النصاب ديال الذهب في المال ديالي باش نكون غني باش نخرج منه الزكاه، وبالتالي اعفى علي الله من هذا الشيء. هذا خطأ. الخطبه كتقول لنا ودي بانه واخا ما وجبش عليك الزكاه، واخا ما عندكش النصاب، راه كاين نفقات اخرى سوى الزكاه تجب في هذاك المال ديالك سواء كان قليلا او كثيرا. الخطبه افتتحت بواحد الايه كتبين لنا هاد المعاني اللي خص الانسان يستحضرها في الاوجه ديال الانفاق، وكيف ان خصك تستحضر اخي المسلم اختي المسلمه بانه درهم واحد الى نفقتيه بواحد الاخلاص ونفقتيه بواحد النية ديال أنك تريد بهذاك الإنفاق ديالك وبهذاك الإحسان ديالك وجه الله سبحانه وتعالى، تستحضر بأن تنال واحد الجزاء عظيم بفضل هذيك الصدقة الصغيرة في المال ديالك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شوفوا أحبتي في الله في هذه الآية العظيمة كيفاش الله سبحانه وتعالى كيضاعف لنا الأجور وكيضاعف لنا الحسنات. ملي كتخرج واحد الحاجة في المال ديالك سوى الزكاة ولا كانت زكاة، أي نفقة خرجتها في المال ديالك وعطيتها للفقراء والمساكين، كيفاش أن الله سبحانه وتعالى كيتفضل علينا بهذا الخير وبهذا الأجر. يضاعف الله سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. علاش؟ باش الإنسان يعرف بأنه القضية ديال الإحسان وديال الصدقة مهمة وأساسية في الحياة ديالنا. التضامن والتراحم والتعاون مهم في الحياة ديالنا. ما خاصش الإنسان يقول لا أنا راه كان أدي الزكاة بارك عليا، ما خاصش الانسان يقول راه المال ديالي ما واجباش فيه الزكاه انا ما غاديش نعطي شي صدقه اخرى. لا، المسلمون الشعار ديالهم هو كما قلنا هو التضامن، هو التعاون، هو التراحم. الصحابه رضوان الله عليهم كما جاء في الخطبه كيقولوا في المال كما ورد في الحديث في المال حق سوى الزكاه. الصحابه كيقولوا هكا. علاش؟ لان كيلقاو بان القران الكريم ما فيهش غير الحث على إخراج الزكاة، لا، كيلقاو بأن الله سبحانه وتعالى كيقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذاك حق المال ديالك فيه حق، فيه حقوق، فيه الحق ديال الزكاة بالإضافة إلى فيه حقوق أخرى ذكرتهم الخطبة. وبالتالي خص الإنسان ينتبه باش يأدي هاد الحقوق اللي واجبة في المال ديالو سوى الزكاة اللي ما داخلش في الزكاة اللي تكلمت عليها الخطبة الماضية. أبو ذر سبحان الله كانت عنده واحد النظرة خاصة، وهو من بين الصحابة الكرام الذين أسسوا لهذه القضية ديال أنه في المال حق سوى الزكاة. ذهب فيها إلى أكثر من هذا، أنه قال لك ودي أي حاجة زادت على الحاجة ديال الإنسان من المال والحاجة ديال المأكل ديالو والملبس ديالو والأهل ديالو وكذا فإنها حق للفقراء والمساكين، ما خصهاش تبقى عندك وإنما خصها توزع الفقراء والمساكين. علاش؟
ديك القضية اللي قلناها في أو حقوق في هذا المال، التضامن والتعاون والتآزر بين الناس المسلمين، هذا هو الشعار ديالهم. ذكرت لنا الخطبة سبحان الله كيف أنه الإنسان ملي كيعطي النفقات في هذا المال وكيدي الحقوق وكيعطي وكيتصدق بالصدقة اللي ماشي فرض، ماشي واجبة، ماشي الزكاة المفروضة اللي تكلمت عليها الخطبة الماضية، وإنما يتصدق بالصدقة اللي هي نافلة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن ملي كتصدق بالصدقة اللي هي نافلة، هذا اش يعني بالنسبة لك اشنو كتستفد منه؟ تنال به أن الله سبحانه وتعالى يحبك، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك، أن الله سبحانه وتعالى يرضى عليك بسبب أنك أعنت الفقراء والمحتاجين وأديت الحقوق اللي هي غير الزكاة من هذاك المال ديالك. حقوق واجبة في المال غير الزكاة كما جاء في الخطبة، حقوق كثيرة، أهمها أنه الإنسان النفقة ديال الوالدين ديالو، هذه مهمة جدا. وحسنا فعلت الخطبة لما سطرت على هذه القضية هذه، لأنه كنعانيو في الآونة الأخيرة من تضييع الحق ديال الوالدين في المال ديالنا. كتلقى الإنسان كيتهلا في الزوجة ديالو، كيتهلا في الأولاد ديالو، كيتهلا في الآخرين، ولكنه كينسى الوالدين ديالو، ولا كيقول لك ودي الله راه الوالدين ديالي عندهم باش يعيشوا، ولا كيدفعهم لشي اختو ولا شي خو ولا كيقول لك ودي راه ما محتاج، راه عايش بخير. لا يا اخي الكريم، الوالدين ديالك خصك تهلا فيهم، واخا كاينين عند اختك، واخا كاين عند خوك، واخا لا، خصك انت تهلا في الوالدين ديالك. خصك تعرف بان المال ديالك، هذاك المال اللي عندك، الوالدين ديالك عندهم لهم حق في هذاك المال ديالك. كذلك اما تخلي الوالدين ديالك حتى يحتاجوا وتقول كما قلنا في دروس مضت، تسول واش الوالدين ديالك يجوز لك تعطيهم الزكاة، هذا لا يقوله مسلم، وهذا لا جواب عنه. الانسان اللي كيقلب على الجواب واش الزكاة تجوز في الوالدين، هذا ما عنده حتى شي جواب. هذا كذلك الزوجة ديال الإنسان، كذلك الأبناء ديال الإنسان، النفقة على هؤلاء نفقة واجبة، وتحتسب الأجر في ديك النفقة اللي كتجيب للدار ديالك. النفقة داك الشيء اللي كتنفق على الأولاد ديالك وعلى الدار ديالك، أفضل درهم ينفقه الإنسان كما في الحديث، درهم ينفقه الإنسان على أولاده وعلى زوجته وعلى أهله. ولكن مع كامل الأسف كتلقى الانسان كيتهلا في الناس اللي هما اجانب، كيتهلا الناس في الاخرين، كيقلب على الفقراء والمساكين، وكتلقاه في الدار ديالو مهلي فيهم ومضيعهم اذا لا بد من الانتباه لهذا. كذلك الخطبه اشارت الى انواع الصدقات. انواع الصدقات سبحان الله، علاش حتى الانسان ما يقولش لك ودي انا راه ما عنديش باش نتصدق. الشريعة الإسلامية فتحت لنا هذا الباب بأنه عندنا أنواع متعددة ديال التطوع وديال الإحسان، باش الإنسان ما تكونش فيه الأنانية، يكون فيه الإيثار، يكون فيه الإحسان، يكون فيه الشعور بالآخر، يكون فيه ذاك الحس ديال المجتمع الجسدي الواحد. كنتي لاباس عليك دير الوقف، كنتي متوسط دير الصدقة العادية، عندك النصاب خرج الزكاة، عندك المال باش تصدق، شوف النفقات ديال تنفق على الوالدين ديالك وتنفق على الأسرة ديالك وتنفق على العائلة ديالك. ما عندك والو، الكلمة الطيبة صدقة. تعلم العلم النافع، تصدق بالعلم اللي كاين عندك، نفع به العباد. ما عندك والو، قول الكلمة طيبة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلمة الطيبة كما قلنا وكما جاء في الحديث، الكلمة الطيبة صدقة. كل معروف، أي حاجة كيفما كان نوعها فيها النفع لإخوان ديالك المسلمين،
خصك تعرف وتعتبرها بأنها في الشريعة الإسلامية كتكتب لك صدقة، تحضر فيها هاد النية مادام أن فيها النفع ديال العباد، مادام أن فيها إحسان وفيها مساعدة للآخرين. خصك تعرف بأن الشريعة الإسلامية كتعتبر لك هذاك العمل ديالك صدقة، بل أكثر من هذا كما جاء في الختام ديال الخطبة أنه الإنسان يمسك شره عن الناس. ما غاديش تصدق، ما غاديش تخرج الزكاة، ما غاديش تقول الكلمة الطيبة، ما غاديش تعلم حتى واحد، ما غادي دير حتى شي معروف. سبحان الله، الشريعة الإسلامية من يسرها ومن سماحتها ومن فضلها والخير اللي فيها كما جاء في الخطبة أنه قالت لك راه هذاك الشر ديالك إلا ما لقيتي تصدق بحتى شي نوع من الأنواع ديال الصدقة إلا أنك تحبس الشر ديالك عن العباد. فهذا في حد ذاته أنك ما تضرش العباد، ما لقيتيش باش تدخل عليهم الخير باش تنفعهم، أمسك شرك على العباد، ما تآذيهمش، ما تآذيش العباد، ما تضرش العباد، ما تدخلش على الإخوان ديالك المسلمين الضرر، أمسك شرك عنهم. ملي تمسك شرك عن إخوانك المسلمين ابتغاء مرضات الله سبحان الله العظيم، هذاك الامتناع ديالك والإمساك ديالك عن الشر يعتبر لك سبحان الله العظيم، يعتبر لك ويكتب لك صدقة. سبحان الله العظيم، يعتبر صدقة تكف أذاك عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها عن نفسك. تمسك شرك عن الناس هي صدقة، يعتبر هذا صدقة تتصدق بها عن نفسك. وجاء كذلك في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقك. أدعوكم أحبتي في الله إلى أن نتأمل في المحاور ديال هذه الخطبة هذه ونتأملوا في المعاني اللي جات في هذه الخطبة هذه، لأنها خطبة مهمة جدا كتبين لنا السماحة ديال الشريعة الإسلامية، وكتبين لنا الخير اللي كاين في هذه الشريعة الإسلامية، وكتبين لنا يعني الأنواع ديال الفضل وديال الخيرات اللي تحملها هذه الشريعة الإسلامية. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، آمين، والحمد لله رب العالمين.